حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض كده الواحد يا جماعه كل يوم حيرة الاكل زي ما انتوا عارفين، طبق الكشري الجميل المصري. دلوقتي هنحمر الشعريه. قبل ما نبدا الفيديو نصلي على النبي فضلا وليس امرا. دلوقتي هنحمر الشعريه بتاعتنا لغايه ما نوصل للون اللي احنا عايزينه. واليمه التانية كنت حاطه ميه تغلي، حاطه فيها معلقه ملح عشان نسلق المكرونه. كل ده طبعا في وقت واحد. ودلوقتي برضو رجعت بوريكم البصل. البصله دي عباره عن بصلتين او 3، قطعتهم شرايح او طرنشات زي ما انتوا عايزين، او دواير حسب ما انت عايزه، وحطيت عليها الملح بتاعها ونص معلقه دقيق او نشا المتاح عندك. بعد كده معلقتين 3 زيت وحطيت فيها، عشان برضو الزيت اللي هيطلع ده نستعمله في الاكل. دلوقتي انا حمرت الشعريه بتاعتنا باللون بتاعنا. طبعا ايه ده يا ام رحيم؟ انا دلوقتي بحط الرز على العدس بجبه يا جماعه، وبقلبه كله في بعضه واسيبه يتحمص. ودي المكرونه بتاعتنا بنفضيها معلش اهو، وزي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي اهو. وهسيبها طبعا على جنب مع نفسها كده، وارجع بقى لايه، للرز تاني. ادي الرز بتاعنا اهو، بسيبه يتحمص كده تحميص عشان يطلع معاكي مفلفل وحلو وبيطلع جميل. طبعا ايه اللي بتفضيه ده يا ام رحيم؟ ده الزيت اللي حمرنا فيه البصل، باخد منه معلقه على الرز، بيدي طعم جميل جدا وبيخلي الرز طعمه حلو قوي يا حبايبي. والملح بتاعنا اهو على الرز. وهنحط برضو حاجه تانية دلوقتي، نص مكعب ماجي كده، بيطعم برضو الرز ويخلي طعمه جميل جدا اهو يا حبايبي. ايه رايكم؟ وطبعا هنحط المية بتاعتنا على الرز. حاولي ما تكتريش المية عشان الرز يطلع معاكي مفلفل وجميل. وادي المكرونه بتاعتنا بقولكوا اتسلقت اهي وبقت جميله. ادي الصلصه دي كنت مفرزاها يا جماعه. انا لما بروح السوق بجيب صلصه تخلص من عندي اجيب تاني، انا متعوده على كده دايما. طبعا الزيت اللي بقي من البصل حطينا عليه الصلصه بتاعتنا اهو، زي ما انتوا شايفين اهو مكان البصل، عشان يبقى طعم ونكهه وجميله. طبعا الصلصه دي جاهزه من بصل وتوم، بس البهارات ما بحطهاش الا وقت الاكل اهو يا حبايب قلبي. حطيت دلوقتي فلفل اسود وكمون. واحط دلوقتي معاكم ايه، هحط ايه يا ام رحيمه؟ هتحط ايه تاني؟ هحط معلقه سكر اللي بتخلي طعم الصلصه جميل. ونحط برضو معلقتين من الصلصه المعلبات، اللي حابب يحط حابب، مش حابب هي متاحه عندي بحط، مش متاحه ما بحطش يا جماعه، مش لازم يعني اهو. عشان بس الطعم كده الدنيا موجوده عندي بحط منها، مش موجوده خلاص. ما تكلفيش نفسك، على قد ايدك وعلى قد امكانياتك، على قد ما تقدري، عشان الصلصه تطعم بس كده. ادي المكرونه بتاعتنا اتسلقت وخلصت، نصفيها. وادي الرز بتاعنا بوريهولكوا بعد ما اتشرب اهو ما شاء الله. هرجع تاني للصلصه هنا دي عشان الصلصه بتاعتنا تقيله. هنحط لها كوبايه ميه ونحط لها الملح بتاعها بقى اهو. بقول لكم هي تقيله، احط لها ميه اهي، كوبايه ميه بس. واحط لها بقى معلقه الملح بتاعتها كده في الاخر علشان تتظبط، وبعد كده ندفع عليها. ادي الملح اهو، بقول لكم ده الملح اهو. ايه رايكم في الجمال والحلاوه دي بقى؟ طريقه سهله وبسيطه ومش مكلفه. دلوقتي المكرونه بتاعتنا بعد ما خلصت واتسلقت بحط عليها معلقه زيت. انا كنت فاضل شويه زيت كده في الازازه، حطيتهم في الاخر خالص اهو. وتقلبيه كله في بعض، ومعلقتين زيت كده او معلقه. ودي الكشري بتاعنا خلص، وادي الرز بتاعنا استوى وجميل جدا اهو. طريقه سهله وبسيطه جدا، ولا تشتريه من مطاعم ولا تشتريه من بره، واعملي في بيتك انضف واحلى واجمل اهو يا حبايب قلبي. ودي الصلصه بتاعتنا، شوفوا جمالها وحلاوتها. ايه رايكم؟ ما تنسونيش بقى في كومنت حلو ومشاركه كده للفيديو ولايكات جميله كده يا حبايبي. وادي البصل بتاعنا المقرمش الجميل، كان مقرمش والله يا جماعه، وكان طعمه جميل قوي تحفه. والكشري كان طعمه جميل اهو. ادي الكشري بتاعنا. ايه رايكم؟ مع السلامه.